اهلا بيكم في كوكب البنات. خليني اقول ملخص سريع. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنتكلم في الانجليزي، او مهارات التدريس الاونلاين، العمل الحر في مجال التدريس وتدريب لو في حد محتاج اي استشارة او اسئلة، عنده اسئلة في اي حاجة تخص يعني مجال التدريس، التعامل مع العملاء، التعامل مع اولياء الامور، كل الحاجات دي هنبقى بنتناقش فيها. اللي هنعمله بس ان كل حد هيبقى ليه سؤال واحد فقط، علشان خاطر الوقت اللي معانا هو بس نص ساعة. فهناخد سؤال واحد من كل بنوتة ونبتدي، يعني لو خلصناهم كلهم نرجع نلف اللفة تاني عادي من الأول. لو ما لحقناش نخلص كل الأسئلة، فاللي هنعمله إن احنا يعني هتخلوا الأسئلة معاكم للقاء القادم إن شاء الله بإذن الله خلال شهر إبريل. الموعد الجديد من الأحد للخميس الساعة 9 صباحا من توقيت القاهرة والسعودية. خلينا نبتدي كده بترتيب. هناخد سؤال صغير. استأذنكم يعني إيه، ناخد كده بالترتيب رفع الأيادي. خلينا ناخد منال الأول، وبعد كده هناء، وبعد كده روضة، وبعد كده ديانا. صباح الخير، ازي حضرتك؟ الحمد لله. إيه الأخبار؟ الحمد لله تمام. كنت بس عايزة أسأل حضرتك لو الولاد في حد من أولادي يعني مش ملتزمين، هل يفضل إن أنا أستبعدهم من الدرس ولا أكمل بيهم عادي؟ هم ماديا بيدفعوا، إنما كالتزام مثلا بهومورك أو بامتحانات أو كده لأ. فمش عارفة أتعامل معاهم إزاي، يعني أفضل حاجة. هما بيحضروا في وسط ناس تانية ولا بيحضروا لوحدهم؟ لا، هي مجموعة بس في منهم، يعني في كل مجموعة كده مثلا عندي في كل مجموعة بيبقى في، عارفة انت مستواهم ضعيف، اللي هو انت مهما حاولتي انت مش عارفة تجيبي معاهم حاجة. طيب. إهمال مثلا، إهمال في كل حاجة، يعني إهمال مثلا في الهوم ورك. مفيش كراسة، ما بنكتبش باراجرافز، ما بن... فاهم قصدي كده يعني. فاتحة مش بس حافظة. دفع الفلوس بيدفعوا في الأولى يعني بصراحة. طيب حلو قوي. طيب بصي، طالما هما بيدفعوا في التعامل المادي الدنيا تمام معاهم، فخلاص هنكمل معاهم. خصوصا لو احنا لو مشيناهم ممكن ما يبقاش فيه البديل الافضل. فبزنس وايز هنكمل معاهم تمام. يعني من ناحية البيزنس احنا هنكمل معاهم. طب احنا من الناحية التعليمية هنعمل ايه؟ هنحاول ان احنا نشرك ولي الامر معانا في الحوار. يعني نجيب كده الام نتصل بيها، او لو هي بتجيب ابنها او ايا كان، ونقول لها بصي يا ست الكل، انتي ابنك محتاج ان هو يذاكر. هو لا بيجي بكراسة ولا بيجي بكذا ولا بيجي بكذا. فلو فضل الوضع على ما هو عليه، فيا الولد هيسقط. لان هو ما بيذاكرش ما بيعملش اي حاجه، يا اما انا هضطر امشيه. لو هو فضل الوضع كده، هو تهديد، يعني هو تهديد كده بس بشكل لطيف طبعا. لو فضل الوضع كده، انا مش هينفع اكمل معاه، لان هو كده مستواه ضعيف جدا. لانه ما بيذاكرش والولاد اللي حواليه بتذاكر، فكده هو بيبقى قاعد مش مركز معانا. فهي تقولك لا يا ميس وارجوكي وبتاع، وما هنوديه فين دلوقتي والجو ده. قولي لها خلاص، يبقى تنبهي عليه انه يجيب الكراسه بتاعته وانه يعمل الواجب. والا ان انتي لازم تعاقبيه، الام لازم تعاقبه يعني. لو تشوف بقى ايه اللي ممكن نقدره ازاي ونقدره. يعني انا كنت بعمل في واحده من المواقف، قلت لولية الامر في التليفون، وده كان كورس في الجامعه الامريكيه وكان منحه وبتاع وحوار، وكده كده ما كنتش اقدر امشي العيال في كل الاحوال يعني. بس انا قمت قايله للام في التليفون بنتك ما بتعملش الواجب وكده. فهي قالت لي طب ده هي قاعده على الكتاب طول اليوم. قلت لها تلاقيها حاطه مجلات بتقراها في النص يعني. ف... فقلت لها وقلت لها، قالت لي ده انا ما برضاش اخليها تعمل اي حاجه في البيت. قلت لها لا، ده انت تخليها تقوم تغسل المواعين وتمسح وتكنس وتعمل كل، ونحن لا نزرع الشوك. فعملت كده مع البنت، والبنت جات لي المره اللي بعديها وبتوريني الكتاب، بتقولي بصي انا عملت الواجب اهو يا ميس، ارجوكي ما تخليش ماما تقعدني من المنحه وبتاع. فانتي تعملي نفس الحركه كده مع وليه الامر، تقولي لها لو الوضع فضل بالشكل دوت، لا يبقى تودي عيالك مكان تاني. انا كل اللي مطلوب ان هم يعملوا الواجب ويجوا بالادوات بتاعتهم. لو ما جوش كده انا هرجعهم في نفس اليوم والحصه محسوبه عليهم. بس طبعا حته الحصه محسوبه عليها دي ما تقوليهاش من اول مره، يعني كاننا بنشد شويه على ولي الامر ان هو يصحصح لعياله. وطب نفترض برضو ان هي العيال مستواها ضعيف، وولية الامر برضو مكبره دماغها، يبقى انت بقى تقومي قايله لها يبقى احنا لازم نجيبهم حصص زياده عشان خاطر يعرفوا يظبطوا الدنيا. فتجيبيهم في حصص زياده خارجيه، كانك انت بتقعدي بقى تعملي معاهم الواجب اللي انت اديته لهم قبل كده. فكانك بتضاعفي عليهم ما هي الناس يا تبذل وقت ومجهود يا تبذل فلوس عشان خاطر تعمل حاجه عادله يعني. بس في كل الاحوال ما تمشيهمش، يعني ما تمشيهمش طول ما انت ما عندكيش بديل احسن. لما يبقى عندك بقى خلاص العيال اللي معاكي عدد كبير، ويبقى الدنيا ماشيه كويس كبزنس يعني، او من الناحيه الماديه، فانت ساعتها بقى أنا تقومي. قصدي دوت بيفرق مع السمعة.
يعني بيفرق ده مع اللي انا سمعة لسه المدرس؟ هقوله لك بقى، ان انت كل ما يزيد عندك العدد فهتبتدي تعملي فلتره. هخلي الاعلى واللي هو مش ملتزم ومش بيذاكر هنروحه. فبالتالي يبقى انا مثلا بقى يعني انا دلوقتي لو معايا 4 طلاب بس، انا مش في حيلي ان انا امشي منهم 2. فانا هخلي الاربعه لما يبقوا 8 يبقوا 10 يبقوا 12. ابتدي بقى اللي مش هيذاكر هنمشيه، اللي مش هيذاكر هنمشيه. فيبقى انا اللي معايا ايه، يبقى معروف كده ان ميس منال كل اللي معاها بيجوا درجات النهائيه. عشان هي المعادله بقى المدرس شاطر والطالب شاطر هما الاتنين مع بعض. تمام. قشطه. ماشي. تمام، شكرا جزيلا، شكرا. عفو. هناء، ماي بينجوين. صباح الفل على احلى ميعاد. الحمد لله. جاي لك على الطبطبه. اه والله سبحان الله، اللي بيصبر بس ربنا بيكرمه. الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي حضرتك انا شغاله اونلاين واوفلاين، بس انا قعدت الاونلاين عشان الاتنين مع بعض صعب بصراحه. عاش. فانا خلتني في الاوفلاين دلوقتي، بحيث ان دي ناس ملتزمه معايا وجنبي هنا جنب بيتي وبيروحوا ويجوا عليا على طول. فقلت خليني كده معاهم دلوقتي لحد ما اخلص. حتى الترم احنا عندنا بيخلص في اخر 5 يعني ان شاء الله. امم فهل متاح عندي ان انا اسجل مثلا جرامر ولا حاجه واعرضه على حد يعني يشتريه زي كورس كده مسجل؟ دي فكره عظيمه جدا. انت بقى ممكن تعمليها ازاي في الاول؟ انتي تعملي بيبقى دي حاجه اسمها ام في بي في البيزنس. في البيزنس اسمها ام في بي مينيمال فايبل برودكت. انا هعمل حاجه صغيره قوي قوي قوي، تمام، واجرب ان بالظبط. انا ابيعها. والله تمام. تعملي مثلا ايه، انتي ناويه تعملي معظم الولاد اللي معاكي هم في مستوى معين في الانجليزي، فبيحتاجوا ايه اكتر حاجه مطلعه عينيهم؟ الجرامر. فانا هعمل بالظبط. سلسله فيديوهات في تعليم الجرامر. ف... فهقوم رايحه لاولياء الامور، هبتدي من الناس اللي معايا، مش هروح لحد بره، هبتدي بالناس اللي معايا كده، اقول لهم والله انا هعمل ايه كورس كده، مجموعه فيديوهات مسجله في الجرامر، وتكلفتها كذا. فشوفي الناس هتقولك ايه، اه والله يا ميس دي حاجه حلوه قوي يا ريت ومش عارف ايه. فتقومي قايله لهم خلاص اوكي، هو الكورس بينزل هيبقى مثلا ايه، تشوفي انت مقدرتك بقى ان انت تعملي كام فيديو في الاسبوع. عرفتي تعملي مثلا فيديوهين او 3، يبقى انت هتوعدي ان هيتبعت لهم فيديو في الاسبوع. بتوعدي تمام. اقل، اللي هو بيبقى اسمها under promise over deliver. انا هوعدك بحاجه اقل، بس انا لما هاجي احقق هحقق حاجه ايه اكتر. هي كده كده كانت، تمام. بس انا احتياطي يعني، عشان لو وقع مني في اسبوع يبقى الاتفاق من الاساس ان هو كان زي ما فيديو. هو. تمام. صح. تاخدي منهم الفلوس، قبضتي ولقيتي ايه واتجمعتي منهم الفلوس، لقيتي الموضوع مستاهل، تقومي انت بقى تبتدي تشتغلي. يعني انت مثلا بالفرض عارفه ان الكورس دوت ان انت لما هتسجليه هياخد منك حوالي مثلا 10 ساعات، وانت عايزه تمام. ال10 ساعات دول، انت لو خدتي بالفرض مثلا 1000 جنيه فيهم، يعني هنبقى راضيين كده، بشبشت على الآخر. هتعملي ايه؟ هتقومي تحاولي تبيعي الكورس ده قبل ما تعمليه أصلا. تقومي رايحة تجمعي من الناس، تقولي لهم طيب أنا هجمع الأول المجموعة، علشان أنا هعمل متابعة في الأول، حاجة كده تعمليها في الأول بس. هجمع بس إيه مجموعة عشان هيبقى في متابعة أسبوعية كده على الواتساب. هبعت لكم كويز، حركة كده بس، مجرد ان انت ايه، عشان نفترض ما حجزش غير 1 او 2 ولقيتي الموضوع مش جايب لسه، مش وقته الصح دلوقتي، ما ترجعي للناس فلوسها وتفكسي للحوار. تمام. الا لو انت عايزه تاخدي المخاطره كده كده، وهي مش هتاخد منك مثلا مجهود كبير قوي. هو هيبقى مثلا مجموعه فيديوهات في الجرامر هم 10 ساعات، انا هضحي بيهم ويبقى معايا الكورس ده بتاعي. كل مجموعه هتيجي عليا كل ترم هبيعها لها من الاول، فانت هتاخدي المخاطره دي. ف... فهتبيع لهم مثلا الترم دوت ب 300 جنيه، فانا كده لسه ليا 700 في ذمه الكورس ما اخدتهاش. الترم اللي بالظبط. جاي هحاول ايه لما يبقى معايا طلاب اكتر، ايه احرك البيعه ان هي تبقى امشي 300 كمان، لان ده ديجيتال برودكت، ده منتج. كانك مثلا ايه جايبه يعني برودكت وبتبيعيه بس ديجيتال، ف اي سيرفيس يعني طب مسجل. ازاي مش بسمع اضمن ان انا مثلا اديته لفلان ما يبعتوش لفلان؟ لا لا، ده هيحصل في كل الاحوال، ما تحطيش الموضوع في دماغك، ده يحصل يعني. انت اصلا لو الناس عملت كده يبقى خير وبركه. ليه؟ اه. انت ما هو انت اللي طالعه في الفيديو. صح. فمين هيعرفوا مين دي اللي بتتكلم؟ دي مس هناء، ده عجبني الطريقه. طب هو انتوا بتاخدوا معاها فين بكام مش عارف ايه؟ ما ممكن يجي عميل. فانت هتاخدي الموضوع من ناحيه التسويق، مش بس من ناحيه البيع. مش صح. سيلز بس، لا ده كمان صح. ماركتنج وبراندنج. وبعد كده تقومي عامله ايه، تقومي نفس هي مجموعه الفيديوهات دي تاخدي منها حتت صغيره كده، تقصقصيها وتقومي رافعاها عندك على قناه على اليوتيوب. وانا ما ما عنديش قناه على يوتيوب. ما انت اعملي قناه على اليوتيوب بقى، ما انت بقيتي انفلونسر يا هناء بقى وغرقة الدنيا.
ف... فايه فتقومي ماسكه الكورس ده برضو ايه بعد ما بعتيه شويه، وكل ترم تبيعي منه حبه، إيه وهكذا يعني. الموضوع بيمشي كده يعني. فهو ممكن في الاول تمام. ما يجيبش ال1000 جنيه، بس هو ممكن ايه تستخدميه كدعايه، وبعدين تبقي ايه تقولي مثلا في نهايه كل فيديو وتقدروا تتواصلوا معايا من خلال كذا. بس تمام. ما تقوليش طريقة التواصل في الفيديو، عشان لو حبيتي تغيري الطريقة دي بعدين ما تبقاش خلاص ثبتت في الفيديو. تقولي تقدروا تتواصلوا معايا من خلال ايه وصف طريقة التواصل في وصف الفيديو. تمام. فوصف الفيديو ده انت سواء بعتيه على الواتساب فهم كده معاهم طريقة التواصل، رفعها على اليوتيوب فتقومي حاطة مثلا الواتساب ايه، او ايا كان الطريقة اللي انت عايزاها ده، الواتساب اسهل طبعا، وتقومي حاطاه ايه في وصف الفيديو. خلاص تمام. طب سؤال تاني بسرعة. ما انت بتخمي. والله آخر حاجة طب ممكن يفيد حتى المدرسين هنا. لا، طب انا هقول لك احنا عشان انا بس ايه ما اطلعش انا شكلي هفق يعني، وقعدت اعمل قواعد وبتاع، فاحنا لا خلاص، حاضر هاخد خلاص. راوده بس اديني برستيجي قصاد الناس يعني. انا هاخد حاضر. راوده صغيره وبعد كده ربنا يستر، بعدين احنا مع بعض كل يوم يعني اوكي. طيب راوده، صباح الخير. ازيك يا بسمة؟ الحمد لله، ايه الاخبار؟ الحمد لله، اشتغلت على السي في على فكرة، عملته في صفحة واحدة زي ما قلت لي. عاش عاش. كل النوتس اللي قلت لي عليها عملتها. هو ده الكلام. سؤالي النهاردة بقى، أنا عاوزة أشتغل في السعودية، في تمام. المدينة المنورة تحديدا. في فإيه المدينه المنوره الكليات اللي تحديدا؟ هتجهها معايا؟ بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ اه، ايه بتقولي ايه؟ انتي بعد ما في المدينه المنوره تحديدا قلتي ايه بعدها؟ بتقول ما سمعتكيش، بتقولي إيه؟ روضه، هو الصوت بيقطع. أنا عندي خبرة في المدارس الدولية. حلو. جزء الخبرة إن شاء الله 3 سنين. تمام. طب طيب لحظة واحدة، يا رب تكوني سامعاني أحسن. طب جربي كده. ألو. اه انا سامعاكي. كده أحسن. اه. الحمد لله. أنا أقول تاني من الأول. لا تمام، هو لغايه عندي خبره 3 سنين في المدارس الدوليه وعايزه اشتغل في المدينه المنوره تحديدا. اه. اه. تمام. هو ده السؤال ولا؟ بس ده سؤالي يعني، أيوه هحتاج أعمل إيه؟ أنا مش معايا تربوي. طيب بصي، هو حته في المدينه المنوره تحديدا دي انا يعني احنا كده، هو المتعارف عليه او اللي انا بسمعه من ناس كتير هنا ان فرص الشغل مينلي بتبقى اكتر مثلا في الرياض، في المدن اللي هي ايه التانية، مثلا خبر، الدمام، كده. لكن مكة والمدينة انا مش عارفه الفرص فيها ايه. يعني اللي انا عارفاه مثلا ان الناس اللي بتبقى قاعده في مكه، اللي هم اصلا بيروحوا كمان ايه دوينج هجره، يعني اللي هم الناس بقى اللي هو خلاص احنا بنشتغل اونلاين، وهو مرتبهم يعني ينفع ان هو حد مثلا شغال مبرمج، حد شغال عارفه اللي هي في المهن اللي ممكن يبقى بياخد فيها بالدولار كويس، فبيروح يعيش بقى في مكه والمدينه، ويتصرف في نوع الفيزا وكده، بيزنس فيزا او حاجه، وبيعيش هناك ان هو بيقبض بالدولار. فلان فرص مم. الشغل هناك يعني اللي انا بسمعه طبعا مش اكيد ان هي ممكن ما تبقاش اكتر حاجه عكس انت عارفه زي في مصر كده عندك العاصمه في القاهره، والمدن والاماكن اللي حواليها بتبقى فرص اقل شويه، فالناس فهمت قصدك. للعاصمة. فهو ده اللي انا عارفاه يعني. لكن اللي انت ممكن تعمليه ان انت لو الموضوع بالنسبة لك تقدري انك تيجي عموما في السعودية ان جنرال بقى في ايا كان المدينة، وانت جوه السعودية تحاولي بقى تشوفي حوار مكة والمدينة دي، يعني تحاولي. تمام. يعني عارفة مش لازم اللي هو ايه على المدينة على طول يا. تبقى دي البداية. اه مم. بالظبط، هي خطوة خطوة للموضوع يعني. وفي نفس الوقت حاولي ان انت لو تقدري برضو انك لو ليكي سكة في الشغل الاونلاين، ان انت لو قدرتي، لو انت هدفك يعني انك تعيشي في المدينة يوما ما، يعني ربنا يرزقنا جميعا. مم. انت لو تقدري انك يبقى ليكي مصدر شغل اونلاين بالدولار. انا يعني انا ممكن اقول لك التكاليف مثلا بشكل متوسط، انت هتحتاجي مثلا على الاقل 2000 ايجار لو للشخص يعني، او طبعا لو في مم. الاسره هيعيش معاكي في نفس الشقه، بس انت عايزه 2000 ريال مم. مثلا على الاقل ايجار، وعليهم مثلا 2000 اكل وشرب ومواصلات لو انت ايه مواصلاتك جوه المكان يعني. فانت كده بتتكلمي للفرد بقى، ال2000 دي للفرد اكل وشرب وكده. لو هنزود عليها مم. لسه انت ممكن تزودي عليها 1000 زيادة او حاجة، يعني انت بتتكلمي انك لو طالعة لوحدك ومعاكي فرد كمان او حاجة،
فانت ممكن تبقي محتاجة حوالي 5000 ريال امم. ايه ده؟ يعني. يعني كده الحاجات اللي بأربعة ونص دي ما تنفعش. ده انا كنت قلت أربعة ونص كويس، حوالي 35,000 مصري، حلو قوي. لا ما ده ده كده. ده استني بس، حلو قوي ان انت قلتي النقطة دي. ايه، ما احنا بنحسب اه. فلوس بالعملة، عملة بلدها. يعني انت ما تحسبيش امم. مثلا ده انا ايه، ده انا لو ادوني مثلا 4000 ريال هنضربهم في مش عارف كام. لا، احنا مش بنضرب حاجة. انت بتحسبي المصري وانت قاعدة في مصر، وبالريال وانت قاعدة في الريال. يعني مثلا لو جه حد قال لك مثلا انه عايش في الرياض وبيدفع 4000 ريال ايجار، تمام. 4000 امم. ريال ايجار دي اللي هي تعمل كام؟ بسم الله. حوالي 30,000 مثلا يعني. اكتر، هقولك بالظبط تعمل لها حوالي 55,000 جنيه. فانت تقولي يا ابن امم. الذين قاعد ب55,000 جنيه ايجار في الشهر اللي هو ايه؟ طب انا ادوني نصهم ومش عايزه حتى اشتغل، فاهمه اللي هو، وانا قاعده في مصر. امم. لا، هي ما تمشيش كده. هو متوسط الايجار مثلا جوه الرياض في اماكن معينه اللي هي قريبه من الشغل هتبقى 4000 ريال. طيب المواصلات، لو حد معاه عربيه، يبقى انت عندك قسط العربيه والتامين والبنزين والمش عارف ايه، دي تدخلها اقل حاجه تبقى 2000 3 في الشهر، على حسب بقى العربيه والقسط والجو ده. طب لو هياخدها بقى اوبر، لان هنا مفيش، امم. يعني مفيش ميكروباصات وتكاتك وكده. هي يا حد معاه عربيه، يا حد هيبقى بيستخدم ابلكيشن اسمه جيني، اللي هو زي اوبر وكريم عندنا في مصر. وفي كريم طبعا والحاجات دي. بس برضو هتلاقيها غاليه. يعني اقل مشوار لو انت رايحه حاجه جنب البيت، جنب البيت حرفيا، يعني انت عارفه ان مفيش مشي في الشارع يعني عارفه درجه الحراره ما فيهاش مشي في الشارع. فانت لو رايحه امم. المول اللي جنب البيت هتاخدي عربية على الأقل من 10 ريال، 15 ريال، من 10 ل 15 ريال. فاحسبي بقى كل مش امم. كده، ان انتي عشان هتروحي تجيبي حاجات هتدفعي 10 15 ريال في المشوار. لو هو جنب البيت بعيد شوية يبقى بتطلعي 20 25 30 ريال وهكذا رايح. تمام. تبي امم. المواصلات هتلاقيها ممكن تخش لها على حسب طبعا المواصلات بتاعتك هتبقى عامله ازاي. لو حد رايح يشتغل في مكان وبعيد عنه شويه فهياخد جيني، فممكن يدفع له في الشهر ما بين 1000 ل 2000 ريال. فادي عندك كده تمن الايجار زائد تمن ايه. عشان كده لو حد هيطلع على اوفر في مدرسه فلازم يسالهم طب انت هتوفر لي المواصلات الانتقالات، هتوفر فروم دور تو دور، يعني انا مش هركب لك حاجه لان دي تكلفه. هل هتوفر لي ايوه. الإقامة؟ يعني انا هقعد مع حد، طب هقعد فين وهقعد مع مين وكم حد معايا في الأوضة، علشان خاطر يشوف الموضوع ده مناسب ليه ولا لأ. ممكن واحدة طول عمرها مش متعودة تعيش مع حد، ففجأة تلاقي نفسها معاها 4 في الأوضة، فاللي هو امم. ده هيبقى نفسيا طبعا مميت. عكس تمام. مثلاً الراجل، هو بالنسبة له أنا طول عمري في الحياة الجامعية كده كده عايش مع ناس فمفيش مشكلة وهكذا يعني. فدي امم. ف... ففي ناس بتطلع يا عيني، بعد ما بتطلع تكتشف ان المرتب اللي هو حد قال له ايه باع له البيع. لسه والله العظيم حد حكي لي الحوار ده امبارح، مهندس طالع على 4000 ريال وهو معاه أسرته في مصر. لا، لقى نفسه لابس في مصيبة. يعني هو لا عارف يمشي ولا عارفة، كأنه خلاص بقى انت ده كده ايه، سجن لمدة سنة. انت لا هتعرف ترجع امم. لان عليه شرط جزائي. هنا الموضوع ما فيهوش هزار، يعني مش امم. زي مثلا مصر ممكن واحد يبقى شغال في مكان وخلاص انا عايز امشي فهقدم ويبقى فيه نوتس بيريد شهرين وبعد كده مع السلامة. طبعا شغل في مدارس مصر ممكن واحد يقدم ويكبر دماغه، يعني ايه، يمشي وخلاص. فهماكي. هنا امم. هنا يا اما هيتحسب هروب، ده خرج ولم امم. يعد، ده هروب ممكن ما يخشش المملكة تقريبا حوالي 5 سنين، تمام، يعني 5 سنين او 3 سنين حاجة زي كده. امم. دي حاجة. والحاجة التانية ان هو ممكن ما يبقاش اصلا ما يعرفش ياخد البرميشن بتاع السفر. لا انت مش هتسافر بقى، انت هتقعد معانا. فيلاقي نفسه لا عارف يبعت امم. ولا عارف يبعت حاجة يعني. اللي هو ايه، ناس هتقعد تقوله ده انت هتسكن ب1000 وتاكل وتشرب ب500 ويتفضل لك مش عارف ايه الكلام ده. ما فيش الكلام ده هنا. يعني امم. عشان لو حد متعود على عيشة مرتاحة شوية في مصر، يعني ميدل كلاس شوية فيما فوق، لا انت بتتكلمي ان هو مش على اقل حاجة خالص خالص على حسب المكان كمان. انت بتتكلمي من 6، يعني هنقول من 5 ل8، من 5 ل8 على حسب انت بتوفري تمام. ايه جانبية. فخلي بالك من حتة الفلوس دي جدا جدا جدا. لان اللي هيطلع انت خلاص، هو على الاقل لو العقد مدته سنة، يعني هو ما خلاص هي ما فيهاش هزار، هي السنة دي انا مكملة فيها. حتى لو هنقطع في فهمت. بعض كل يوم، بس انا مش هينفع امشي. امم. لان ساعتها هيحملك مصاريف الاستقدام اللي هو جابها لك، وكمان مصاريف باقي السنة. يعني انت لو طلعتي وجيتي، او شخص ما طلع ولسه فاضل في العقد بتاعه 6 شهور وجاب اخره من الناس دي وقال انا هستقيل وخلاص مش قادر استحمل، هيدفع لهم مرتب ال6 شهور زائد شهر زيادة اللي هو بتاع الاستقدام، حاجة زي كده.
تمام. وهم امم. وهم برضو يعني بصراحة قانون العمل برضو يعني حلو هنا في حتة ايه. طب لو الشركة هي اللي عايزة تمشيه بعد ما يعدي البروبيشن اه. بيريد، هيدوله هم بقى ال6 شهور. هيروح بقى اللي هو مكتب العمل، امم. يقول لهم الناس دي عايزة تمشيني بدون وجه حق، ويقفوا قصاد بعض في المحكمة و... و... والشركة ايه تقوم مدياله ال6 شهور دي وتروح ويتعمل له خروج نهائي، يبقى قصاده بس في المملكة شهرين بعديها، شهرين بعد امم. النهائي، او اللي هو يعني نهاية العقد الخروج النهائي. فخلي بالك ارجوك من تمام. الحتة دي. يعني خلي بالك جدا ماشي. واحسبيها كويس جدا بالورقة والقلم، وتعرفي انا لو هروح المدينة الفلانية، تدخلي كده على جوجل تعرفي متوسط الايجارات، لو ليكي حد هناك تعرفي تسألي كده الايجار متوسط بكام في الحتة دي بالذات، مش في اي حتة، لان ممكن امم. مثلا جوه الرياض مكان يبقى ب4000 ريال، ومكان تاني ب2000، ومكان ب3، على حسب بعد المسافة. فممكن تبقي بتدفعي في ايجار غالي قوي، ولكن هتوفري قصاده مثلا المواصلات. ودي حاجة أساسية لأن تمام. الدنيا زحمة في الطريق، دي برضو خليكي في اعتبار. امم. ما تقوليش طب أنا هقعد ورا شوية بعيد عن المكان وأدفع مثلا 2000 ريال أو 3000 ريال، بدل ما أدفع 4 و5. فتلاقي نفسك دفعتي نفس ال2000 ريال الفرق اللي انتي وفرتيهم في المواصلات، وعليهم وقت ومجهود امم. بقى وزحمة، عارفة كأنك على الدائري بقى، كأنك على الدائري أو على المحور. فهمك. تمام. تمام. مش طيب طب التربوي اللي محتاجة اخده هيكون ايه؟ مش يعني لازم تكون حاجة معينة ولا؟ يعني دي الافضل تشوفي المدارس اللي انت هتطلعي عليها بتطلب ايه. لو لقيتيهم عايزين تربوي هتروحي تاخدي تربوي، عايزين شهاده معينه روحي خدي الشهاده دي. هي عشان كل مكان بيبقى هو انا ليه. لقيت الاعلانات اللي نازلة كلها بيبقى لازم مشترطين ان هو يكون يا خريج تربية يا معاه دبلوم تربوي. ما الاعلانات ما كانتش طبعا موضحة الدبلوم تربوي منين. ايه هي تلاقيها بقى جامعه القاهره، جامعه عين شمس، الحاجات دي. يعني هو في التربوي. حاجة تنصحيني بيها اعرف ان انا اخدها مع الشغل؟ آه والله هو كله محصل بعضه. في جامعه القاهره زمان كانت عامله حاجه اسمها كليه الدراسات التربويه، كليه الدراسات والعلوم التربويه، حاجه زي كده يعني في جامعه القاهره. فدي هتبقى اسهل من مم. جامعة عين شمس. يعني انا كنت في جامعة عين شمس مرار طافح الحقيقة يعني. ف وبتاعت 6 اكتوبر السادات، لا السادات اكاديمية السادات. الجامعة بصي انا هقولك على حاجة، انتي لو هتدفعي فلوس مقابل انك تكبري دماغك، مش عارفة اللي انا بقوله ده يا رب محدش يشوفه. فاللي هو ايه، يعني ايه، هي في الاول وفي الاخر شهادة، يعني هي لا هنا هيبقى هتلاقي في، فاهمة انتي الموضوع ايه. فانتي ممكن يعني عشان الشهادة بنفس القوة سواء من القاهرة سواء من أكاديمية السادات سواء من أي مكان تاني. تربوي، تربوي فاهمة. امم. فهي لو ايه تمام. تعرفي تمشي حالك في حاجة كده. أهم حاجة بس إن الشهادة دي هم بالنسبة لهم هيقولوا عليها أوكي، هم قالوا عليها أوكي خلاص، شوفي ايه الحاجة اللي تبقى أوفر وقت ومجهود وفلوس وخديها. تمام. آه، تمام. قشطة ماشي. قشطة، متشكرة جدا 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 ليك يا بس. ربنا يرزقك المدينة يا رب، وإحنا كمان يعني يا رب. نعيش هناك بقى، وربنا يرزقنا يا رب. إن يا شاء رب. الله. أوكي ديانا. يا رب. يا رب. اوكي، انا هحاول اختصر جدا. انا اتخرجت السنه اللي فاتت وبقالي فتره بشتغل اونلاين، و يعني اتعلمت منه حاجات كتير. اتعلمنا ان احنا بنعمل زي شخصيه خياليه كده للولاد، بتكون ديجيتال، ندخل الاي اي طول الوقت بحيث ان هما اصلا يعني أفاتار. الولاد لما بيشوفونا في التجمعات بيبقوش مصدقين ان احنا حقيقيين اساسا. زي الصورة بتاعتك كده، أنمي. يس. يس. والموضوع بالنسبه لي لذيذ قوي، وكمان يعني عندي اتجاه حماس كبير ان انا طول الوقت اتعلم عن الاي اي، واتعلم اكتر عن ازاي اخلي المنهج كله ديجيتال. وبالفعل بحاول، يعني بحاول ان انا اعبر مثلا عن المواضيع. مثلا عندنا مواضيع في سنه رابعه عن الطاقه المتجدده والغير متجدده، بحاول ان انا اعمل فيديوهات بالاي اي عن الموضوع ده، او ان انا اجيب لهم صور اكتر. ده بيثبت المعلومات اكتر. ولكن انا دلوقتي انا عايزه اتعلم حاجات اكبر، يعني انا لسه صغيره قوي في المجال ده. لما بقعد مثلا مع مديريني او مع زمايلي اللي بقالهم خبره بقالهم فتره، بحس ان انا بجد ناقصني كتير قوي. يعني انا طول الوقت بحاول اخد كورسات من على كورسيرا، يوديمي، ماكنزي، حاجات كتيره قوي. ولكن لسه برضه في جزء كده ناقص. فمؤخرا سمعت عن حاجه اسمها منحه تشيفنينج، هي في بريطانيا، بتكون ماستر، بتكون سنه واحده فقط. بس الماستر بتاعها معترف بيه يعني. فبحاول لسه ان انا ادور على حاجه ليها علاقه بتدريس اللغه الانجليزيه. ولكن المنحه نفسها هي عايزه ان احنا نكتب 4 مقالات. انا في الكتابه كويسه جدا، ولكن فيها اللي هو الانترفيو، فيها حاجات كتير. ده غير ان الحياه كلها هتكون بالانجلش بقى.
فانا حاليا بحاول ان انا احوش 8 كورس هيدربني على على الاختبار الايلتس، ولازم اجيب فيه سكور عالي كمان لو هدخل حاجه ليها علاقه بتدريس اللغه الانجليزيه، وان انا اتدرب على الانترفيو والحياه اليوميه وهكذا. فحضرتك تنصحيني بحاجه تساعدني في الفتره دي؟ طيب حلو الكلام. انت عارفة انا لسه كان معايا بنوتة كنا بنعمل مع بعض موك انترفيوز على حوار التشيفنينج دوت، وهي راحت الانترفيو بالفعل، بس لسه النتيجة ما طلعتش يعني. بصي صلي على النبي، هو دلوقتي كده احنا بنتكلم في الاي اي وبنتكلم في منحة تشيفنينج والانجليزي. فبالنسبة للاي اي انت هتفضلي تتعلمي على طول، يعني انا مش عارفة ده الجود نيوز ولا الباد نيوز يعني، بس احنا كلنا ايه، انا دلوقتي لسه ببتدي اهو اخد كورسات زيادة في حاجة ليها علاقة بالاي اي برضو، لتسهيل الشغل يعني. فحته ان انت هتبقي بتذاكري فانت على طول هتفضلي تذاكري، يعني انت مش هتيجي بعد فتره معينه تقولي انا بقيت زي الناس اللي في الشغل، لا انت هتفضلي ايه تذاكري على طول يعني. دي الباد نيوز والجود نيوز في نفس الوقت ان احنا نفضل نذاكر على طول. آم، فممكن تشوفي بقى الناس اللي متخصصين بقى في الاي اي قوي، او فيديوهات على اليوتيوب مثلا، اكتبي اللي هو ايه اي اي كورسز فور تيتشنج، اي اي كورسز فور مش عارف اي حاجه انت عطلانه فيها يعني. بالنسبه بقى لحته المقالات بتاعه شيفنينج، مم. انت ممكن تخلي تشات جي بي تي يساعدك في الرايتنج والفيدباك على المقالة دي ويظبطها لك. بس تتأكدي ان انت مش هتاخديها كوبي بيست وتحطها لهم، علشان خاطر اللي هم عندهم اي اي plagiarism detector tool، ما يعرفوش يعني ما يلاقوش ان انت ايه، انت كده نحتة البتاع من على الاي اي. فاهمة ايوه، قصدي؟ وكمان لازم تكون حقيقيه قوي، يعني اه انا بالظبط. سمعت فانت كتير من تعملي الناس ايه؟ انها لازم تعبر عني كشخص. بالظبط، انت تقعدي بقى تكتبي كتير وتتكلمي كتير كتير كتير، او تكتبي كتير مع تشات جي بي تي المقالة دي، وتدي له كل التفاصيل عنك ومش عارف ايه وكده، فيبتدي هو ايه يكتبها لك. تقومي انت بقى واخداها منه، تقومي قايله له ايه، طب خليها لي شكلها حقيقي اكتر، انا مستواي في الانجليش مثلا انترميديت او حاجه زي كده، فانا يعني ايه مش عايزه يبقى فيه اخطاء، بس مش عايزه يبقى شكلها اي اي، وتفضلي كده ايه تحوري معاه لغايه ما المقاله يبقى شكلها لما تيجي تقرايها كده تحسيها لا لا ده مش تشات جي بي تي اللي كاتبها، ده انسان حقيقي اللي كاتبها. تمام. فده كده بالنسبة ايه للمقالة بتاعت تشات جي بي تي. حتة بقى ان حتة الانجليزي، هم لو طالبين ايلتس يبقى انت محتاجة تعملي حاجتين. الحاجة الاولى ان انت تظبطي الانجليزي كانجليزي ذات نفسه تمام عشان لما تخشي الانترفيو، وان انت برضو علشان خاطر لما تيجي تدخلي امتحان الايلتس كل ما يكون مستواكي في اللغة احسن، كل ده ما ده يساعدك ان انت لما تؤهلي للامتحان يبقى الموضوع اسهل بالنسبه لك، لان هو الامتحان بيبقى هو الانجليزي بتاع الايلتس تحسيه غير الانجليزي العادي اللي احنا بنتكلم بيه وبنكتب بيه وكده. فطبعا لو حد مثلا مستواه مبتدئ في الانجليزي هيبقى بيعافر اكتر من لو حد مستواه upper intermediate وادفانسد. فانت انا تقومي، مستوايا بي 1. ما هي بقى انت تحاولي تطلعي من بي 1 لغايه مثلا سي 1، فتاخدي مثلا الفتره دي ان انت تبقي بتذاكري الانجليزي كانجليزي تمام، يعني جنرال انجلش وكونفرسيشن والسكيلز العاديه، زائد جنبيها بقى ان انت تكوني بتتمرني على امتحانات الايلتس، لان التمرين على الامتحان دوت عارفه زي الثانويه العامه، ممكن حد الانجليزي بتاعه مش احسن حاجه بس هو من كتر حل الامتحانات فابتدى الموضوع يبقى اسهل بالنسبه له، لان هو عايز اكزام تيكن تكنيكس، انا داخله ما بفكرش كتير، انا عارفه ان انا بحل السؤال في مده قد ايه، متمرنه عليه تحت الضغط مشابه، فاقدر اجيب ايه سكور عالي. فانت ممكن تشوفي الناس اللي بتتكلم في الايلتس على السوشيال ميديا، يعني عندك مثلا استاذه هند الخيال، دكتور محمد خليل موسى، انا ما اعرفش مستر محمد خلف بيتكلم في الايلتس او بيدي ايلتس ولا لا، بس ممكن برضو تتابعي الاكونت بتاعه، بيتكلم في حاجه في التيتشنج وكده، فتابعي الناس دي تمام. وشوفي ممكن يبقوا بيقدموا ماتيريال معينه، بيعملوا ورك شوبس معينه ليها علاقه بالايلتس، لو بيدوا كورسات معينه تقدري تدخليها، فده يساعدك ايه يعني خليكي في وسط الناس دي، هما بيتكلموا في الايلتس بشكل مستمر تمام. تمام. اخدتي اساميهم عندك كتبتيهم، دكتور محمد يس. خليل موسى واستاذه هند الخيال ومستر محمد خلف، وفي ناس كتير يعني جميلة في المجال، فانت ايه اللي تعرفي تتابعيه يعني في الحتة دي تابعيه. فده كده ايه بالنسبة للامتحان بتاع الايلتس والانجليزي. وحتة الاي اي دي شوفي بقى كورسات كتير على يوتيوب، هتلاقي حاجات كتير جدا جدا جدا، انت مجرد تكتبي اي اي بس فور وتحطي الحاجة اللي انت ايه عطلانة فيها او اللي انت عايزة تتعلميها، اي اي فور تيتشنج، اي اي فور يعني شوف. حضرتك منزله مجموعه كورسات جميله جدا على القناه بتاعتك على اليوتيوب، انا حضرتها كلها. ان شاء الله يخليكي يعني،
انا مبسوطه ان انتي شفتيهم، شطوره والله يعني. وحاولي ان انتي يعني بعد ما تخلصي كل الكورسات العقاريه شوفي بقى الايه، الحاجات زي ما انتي ماشيه، يعني خليكي زي ما انتي ماشيه كده، كورسيرا ويوديمي والحاجات دي. افضلي ايه اتفرجي عليهم كده. انا عندي كورس اي اي فور تيتشرز برضه على اليوتيوب، ممكن تبصي عليه. لو انتي لسه ما شفتهوش، الجزء بتاع الاونلاين كورسز، السكشن بتاع الكورسز هاو تو تيتش اونلاين، سوري، اه. السكشن بتاع هاو تو تيتش اونلاين، فممكن تبصي عليه برضو، بحيث ان الحاجات دي ايه، فيها البرامج الأساسية اللي ممكن تساعدك في التدريس الأونلاين. اه، حاجة تانية هقولها لك، دي بقى ملهاش علاقة يعني دي كده ايه بالنسبة للأسئلة أو الأفكار اللي انت كنت شاركتيها. حاجة تانية هقولها لك، بما ان انت بقى ليكي في حوار ان انا عايزة أعمل افاتارز وأنمي وحاجات كده اللي هي مترقعة، ممكن ايوه. تجربي تستكشفي مجال الانستراكشنال ديزاين. المجال دوت ممكن لو انت ليكي بقى في السكة دي، ممكن يعجبك جدا، يعني ان انت تاخدي التجربة واستخدام البرامج والحاجات دي. هيفرق معاكي جدا القبض، ان شاء الله ان شاء الله، لو بقى ليكي اسم في المجال وكده، وليكي بيرسونال براند كويس. ممكن تلاقي القبض بعد كده يبقى بالدولار، وبأرقام كويسة جدا مع شركات بره وشغل ريموت. فجربي ان انت تدوري على مجال الانستراكشن ديزاين، شوفي تشافنينج فيها حاجة ليها علاقة بالانستراكشنال ديزاين ولا لا. ما اوكي. كانش خليها في كورسات عادي، تعلميه في كورسات جانبية لوحدها. انت ممكن يبقى بيبتدي الشغل فيه في المجال دوت من اول $500 فيما فوق، لغاية ما يوصل ل $4000 ريموتلي. اوكي، ما ودي شاء معلومة الله. دي معلومة تمام بجد مؤكدة يعني ان حمستني شاء الله. قوي. يعني حتى في هقول لك في مكان، لو دورتي كده على لينكد ان على انستراكشنال ديزاين، بصي انت ممكن تدوري كمان على لينكد ان على وظائف باسم ايه، انستراكشنال ديزاينر، او كونتنت ديزاينر، او في ايه، كونتنت ديفلوبر تمام. ممكن تلاقي كمان دوري على مكان اسمه University of People. ده برضو هتلاقي ان احيانا بيطلبوا instructional designers، فممكن بس تبقي مذاكره كويس وتدخلي الانترفيو تمام. ده ممكن يبتدي الوظيفه معاهم، تبتدي من اول $500، وبيبقى مؤمن عليكي في مصر وكل حاجه، يعني اللي هو وظيفه بيمشوا فيها. وتاخدي بقى ايه الموضوع ستيبس، يعني ايه الاول 500، بعد كده يبقى ليكي بورتفوليو خاص بيكي، فالناس تبتدي تهاير يو يعني، او تجيبك، ويبتدي الموضوع يعلى معاكي واحده واحده. تمام. تمام. فالموضوع ده ايه يعني، لو تمشي في حته الانستراكشن ديزاين دي من دلوقتي، من وانتي صغيره كده، فتاخدي لك حتى سنه سنتين ايا كان، تقعدي تذاكري وتبني البورتفوليو وتقدمي على شغل فيها، فده ممكن يفرق معاكي كتير جدا جدا قدام ان شاء الله. يعني اركز في المجال ده اكتر ولا في مجال التدريس اكتر؟ انستراكشنال ديزاين. بس ما تقوليش حد ان تمام. أنا قلت لك كده، عشان انا في مجال التدريس. ف يعني هي بصي. الفكرة كلها ان انا دلوقتي عندي وقت، لكن ممكن مثلا كمان سنة او سنتين بالظبط. آه فعلا ما يبقاش عندي الوقت الكافي. الانستراكشنال ديزاين مجال ظريف جدا، لان ممكن مثلا واحده قدام تتجوز معاها اطفال مش عارف ايه، خلاص كرهت الخروج من البيت، مش عايزه تشوف وش حد، فتبقى قاعده تشتغل من البيت. فخلي معاكي. وبعدين هقول لك على حاجه، هما المجالات كلها مرتبطه ببعض، يعني مش عشان خاطر انت دخلتي انستراكشن ديزاينر بقيتي يعني ديزاينر فانت ما بقيتيش تدرسي، لا خالص، انت ممكن تدرسي وتدرسي الانستراكشن ديزاين نفسه يعني. انت المجالين جنب بعض، هم كلهم بيلفوا في نفس الدايره. يعني انت دلوقتي مثلا بتستخدمي الاي اي، مع ان انت مدرسة، بس هتشتغلي برضو في تصميم المحتوى، ممكن تشتغلي بعد كده حاجة ليها علاقة بالاسسمنت، وهكذا. هي كلها مهارات جوه مجال التعليم والتدريب عموما. ايوه ايوه، انا اصلا بقعد ادور على حاجه زي كده، حاجه تخليني احول النصوص بتاعه المناهج لفيديوهات متحركه كده حيه للولاد، بتجسد الحاجات مثلا اللي فيها الطاقه والحاجات دي، علشان يبقوا قادرين ان هم يفهموا اكتر اللي هم بيقرأوه. ما هي دي بقى حتة الانستراكشنال ديزاين اللي انا بقولك عليها، اوكي ان تمام، انت شكرا ازاي. جدا. لا يعني المجال ده ان شاء الله ان شاء الله، يعني طالما انت بتحبي التكنولوجي والحاجات دي، هتلاقي بقى في برامج كتير ممكن تبقي بتستخدميها لو احترفتيها كمان. هتلاقي الموضوع يعني انا بصي هحاول افتكر لك اسم برنامج قبل ما الميتنج كده ايه يقفل في وشنا، بس لو قفل يعني آه، المره اللي جايه انا مع حضرتك على طول. يعني تنوريني. آم، انا بس عايزه افتكر كان اسمه ايه، Articulate 360. كان اوكي. اسم البرنامج اللي هتلاقي في الوظائف بتاعة الانستراكشنال ديزاين، هتلاقي فيه وظائف كتير بتطلب انه يكون بيستخدم Articulate 360 وبرامج معينة من ادوبي.
فبرضه انت لو بتحبي استخدام التولز وكده ممكن تستكشفيهم واحدة واحدة على مهلك قوي. يعني حتى لو لقيتي الحاجة مثلا challenging شوية في الأول وبتاع، لا خليكي معاه بس ايه للآخر يعني. الموضوع ده rewarding جدا، يعني انت كمان ممكن مش هتبقي بتشتغلي بس في مجال اللي هو ايه الحاجات ده. اصلا انا هدرس الولاد ساينس في تبع شركة معينة، لا ده الموضوع ممكن. يعني انا كان معايا بنوتة بتاخد معايا، هي كانت دخلت المجال ده من زمان، وهي دلوقتي مثلا شغالة مع الحاجات اللي هي زي ليفربول والحاجات دي، اللي هم مطوشة الكورة، وبتعمل حاجات ليها علاقة بالانستراكشنال ديزاين. تمام، فالمجال مفتوح قوي يعني، مش بس في حتة التعليم الأطفال اللي عايزين ندرس لها ساينس، لا ده أي مجال عموما ممكن تبقي انستراكشنال ديزاينر فيه. ف... اوكي. فالموضوع مفتوح يعني، مجال ظريف ومفتوح، فجربي كده تاخدي وقتك فيه. وتشوفي برضو الماسترز اللي موجودة، مش شرط تبقى تيتشنج بس أو انجلش تيتشنج بس، ممكن تشوفي حاجة تانية معاها ليها علاقة بالتعليم عموما، أو التكنولوجي في استخدام التعليم. فخليكي في حتة التكنولوجي دي، هتبقى ظريفة. طيب، شكرا جدا، شكرا جدا لحضرتك. عفوا ولا أي حاجة. أوكي، كان هذا وقتنا اليوم، فإن شاء الله نتقابل بكرة على خير الساعة 9 صباحا بتوقيت القاهرة والسعودية. ويعني مبسوطة إن أنا قابلتكم. إن شاء الله الريكوردينج ده هيترفع وسام هينزل على القناة، فأتمنى إن انتوا تكونوا خدتوا نوتس بأي حاجة احنا اتناقشنا فيها. وإن شاء الله نتقابل بكرة على خير. السلام عليكم.